فيديو النهاردة مهم جدا 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 لأنه بيأثر على كل حاجة. أي حاجة هتخطر على بالك في الكلام اللي احنا هنقوله النهاردة بيأثر عليها. المناعة، الصحة، الوزن، المزاج، الطاقة، أي حاجة بمعنى أي حاجة. هنتكلم عن الميكروبيوم، هنتكلم عن البريبيوتكس والبروبيوتكس، وهنتكلم عن الميكروبيوتك دايت. بالإضافة هنتكلم في جزء كده عن تقوية حمض المعدة، وهقول لكم إيه علاقته بالكلام ده برضه. أول حاجة هو الميكروبيوم ده هو مجتمع متوازن من الكائنات الحية الدقيقة اللي بتستوطن أجسامنا. اعتبروا بالظبط كده كأننا حد مثلا عنده شقة مأجرها، فاحنا جسمنا الشقة والكائنات دي الايه المستأجر، والعلاقة بيننا وبينهم هي علاقة نفعية. أنا هديك البيت ده تعيش فيه، وانت بقى تظبط لي الحاجات البايظة، تدهن لي الحيطان، تصلح لي المطبخ، وهكذا يعني. احنا نون هيومن اكتر من احنا هيومن، احنا كائنات غير بشرية اكتر ما احنا بشر. يعني الكائنات دي مستوطنانا، تريليونات الاعداد، تريليونز فعلا، مش رقم يعني قليل. احنا ما بنتكلمش في 100 ولا 1000. انواع مختلفة جدا، الفاريشنز بتاعها بتوصل ل10,000 نوع. 95% من الكائنات دي بتعيش فين؟ بتعيش في القناة الهضمية. عشان كده احنا بنقول عليه الجات بكتيريا. كل واحد فينا عنده ميكروبيوم شكل بيختلف بقى على أساس انت مولود أصلا في الأصل قيصري ولا طبيعي، رضعت طبيعي ولا صناعي، الناس اللي قاعدة معاك في البيت، الطبيعة اللي انت عايش فيها، قاعد في نسب تلوث قد ايه، بتخرج للطبيعة ولا قاعد طول النهار في البيت، الرياضة، الحركة، وهكذا. يعني ده اختلافات من هنا لغاية السنة الجاية. الجات بكتيريا أو الميكروبيوم ده هو المخ التاني بتاعنا. فاحنا اي حاجة بنتكلم عنها دلوقتي يعني خلوها في دماغنا كده، احنا بنتكلم ازاي نخلي مخنا كويس. يعني كأننا بنتكلم احنا ازاي نحافظ على العقل بتاعنا ده سليم عشان نعرف نعيش. هو برضو الميكروبيوم ده تأثيره عامل زي كأنك عقل تاني كده. هو بيأثر على مزاجك، على مناعتك، على صحتك، على وزنك، على شراهيتك لأكلات معينة، على كل حاجة. انه مثلا بيدخل في صناعة ولا انتاج احماض امينية بتساعد في تصنيع ناقلات عصبية، بيقلل لك السموم بتاعت جسمك والالتهابات او بيزودها، بيظبط سكر الدم، بيساعد في الهضم. في حاجات ما نقدرش اصلا نهضمها زي الالياف، ما هو الجات بكتيريا دي هي اللي بتهضمها، وهكذا. إضافة طبعا لأكبر فايدة وهو المناعة. هو حرفيا بيدرب جسمنا يفرق ما بين الحلو والوحش. مثلا في أمراض مناعية الجسم بيهاجم نفسه، احنا بنتكلم ان كل ما انا يبقى عندي جود بكتيريا كويسة، كل ما انا مناعتي تبقى احسن، ابعد خالص عن الامراض المناعية والسرطانات والمشاكل الصحية اللي ملهاش علاج والكلام ده كله. الميكروبيوم عامة بيأثر بشكل مباشر على الجهاز العصبي، بينتج نواقل عصبية زي السيروتونين اللي أغلبه أساسا بيطلع من الجات بكتيريا. أثر مثلا على الميتابوليزم بتاع بعض الأدوية، يعني في بعض الميكروبات بتكسر بعض الأدوية وتأثر على امتصاصها أو فعاليتها. احنا محتاجينه ان احنا نحافظ على ميكروبيوم صحي. عن طريق ايه؟ عن طريق مثلا حاجه زي الصيام المتقطع، دي بتخلي اعمار البكتيريا النافعه تزيد، اللي هي تو سرفايف، يعني بتقدر تعيش اكتر. ان احنا وزننا يبقى في الرينج الطبيعي، ده بيساوي ان انا بيبقى عندي ميكروبيوم صحي من ضمن الاسباب، يعني مش لوحده اكيد. الفايبرز بقى والاكل الصحي والتنوع اللي فيه، البهارات، الحاجات المخمره زي الملفوف المخمر ده، ممكن مثلا تعملوا سيرش ازاي بيتعمل وكده وتعملوا في البيت. رياضة، الحبة السحرية اللي بتأثر على أي حاجة. 6 أسابيع مثلا تمارين متواصلة بتعيد توازن البكتيريا، يعني البيئة النافعة دي في الأمعاء للناس اللي ما كانش عندها توازن في بكتيريا الأمعاء. دي كانت دراسة معمولة مرة يعني. طبعا البداية خالص قبل ما نظبط كأكل صحي، وقف بقى الحاجات اللي بتغذي البكتيريا الضارة زي السكر مثلا، السكر والحاجات الزيوت النباتية والكلام ده كله، ده مصايب سودا يعني. اللحوم المصنعة، الحاجات الفواحات اللي هي بروايح صناعية، الحاجات دي كلها، المضادات الحيوية، الكحول، الكلام ده كله يعني تدمير كامل لبيئة البكتيريا النافعة. فاست فود طبعا يتربع على عرش القمة يعني مع السكر الأبيض. فده كده باختصار الميكروبيوم ونظبطه ازاي وتأثيره علينا من ناحية صحية. الجزء التاني ايه البروبيوتكس وايه البريبيوتكس والفرق بينهم. احنا عندنا البرو اللي هو بالاو دي، اللي هي دي البكتيريا، احنا بنتكلم كده على البكتيريا النافعة. البريبيوتكس بقى دي الحاجات اللي بتغذي البكتيريا النافعة. يعني ده كده البكتيريا ودي الغذاء بتاعها.
طيب نبتدي بقى بالبروبايوتيك. اولا كده ايه الفرق ما بينه وما بين الميكروبيوم؟ ما هو برضو هنقعد نقول ان البروبايوتيك ده ليه جزء كبير من الجهاز المناعي، مرتبط بالمساعده في الهضم وانتاج العصاره الصفراويه وتصنيع الفيتامينات والنقلات العصبيه والحاجات بتاعت اللي احنا كنا لسه قايلينها على الميكروبيوم. الميكروبيوم ده هو الايه، المجتمع الكامل. عارفين اللي هو ده بقى اللي فيه البكتيريا النافعه والفطريات والفيروسات والكل كله ايه، سمك تمر لبن، الكلام ده كله في بعضه كده. اما البروبايوتيك ده احنا بنتكلم في الاغلب على الكائنات اللي هي النافعه، البكتيريا النافعه، وفي الاغلب بيبقوا نوعين اللي هو اللاكتوباسيلس والبيفيدو بكتيريا. ده كده ايه لما الناس بتتكلم على البروبايوتكس، يعني ده الخلاصه بتاعه الموضوع. الوظيفه بتاعته بقى ان انا كده بدعم الميكروبيوم الطبيعي، بزود البكتيريا النافعه، خاصه طبعا بعد مرض، بعد كورس مضادات حيويه. والهدف بتاعه ان انا بزود البكتيريا النافعه في الامعاء، فبالتالي الميكروبيوم بتاعي بيبقى صحي اكتر، بيبقى بيأدي دوره باحسن طريقه ممكنه، فالهضم بيبقى احسن، المناعه بتبقى احسن، الالتهابات اقل، وهكذا. طيب يبقى كده البروبايوتكس احنا فهمنا ان هو عباره عن كائنات دقيقه حيه بتتاخد بكميه معينه، والغرض منها هتوفر فايده للانسان اللي بياخدها، فايده صحيه بقى. اهمها طبعا ان هي بتخلي الميكروبيوم بتاعنا صحي اكتر ومتوازن اكتر، بالتالي نلاقي فوائد صحية في الهضم والمزاج والمناعة والصحة وكل حاجة. طيب احنا عندنا يعني في تو كاتيجوريز كده بالنسبه للبروبايوتكس، اللي هو واحد باخده من الاكل عادي، يعني مش كبسولات، من الاكل. اول ما نسمع بروبايوتكس كده اول حاجه تيجي في دماغنا على طول الحاجات المخمره، الكيميتشي، المخمر بتاع الملفوف او مخمر الكرنب، يعني على حسب كل واحد بيقولها ازاي، الكيفر، الحاجات دي كلها ده تعتبر مصادر طبيعيه للبروبايوتكس. على فكرة من ضمنهم برضو خل التفاح والزبادي مجازا كده، عشان عليه كلام كتير ان هو بيبقى مبستر، فالبكتيريا اصلا بتبقى ميتة فمش هتستفيد حاجة وهكذا يعني. بس ستيل طبعا الزبادي اليوناني حاجة كويسة في كل الاحوال يعني. انت لما بتاخد الحاجات دي انت بتدخل بكتيريا حية لجسمك، وبكتيريا نافعة، فبالتالي الجسم بيستفيد منها. بمناسبة البروبايوتكس الطبيعية، فمخمر الملفوف ده يا جماعة كنز غذائي، هو ليه فوائد كتير، مش فكرة بس انه بروبايوتكس طبيعي. في فيتامين اسمه فيتامين يو، انا ما كنتش الصراحه عارفه فيتامين يو ده غير من دكتور بيرج، يعني بيساعد في الهضم والبلوتنج بقى والقولون العصبي والتهابات الامعاء وشغلانه تانية خالص يعني. بالاضافه ان كي 1 وكي 2 موجودين فيه، وكي 2 ده مهم جدا زي ما كنا اتكلمنا عن المكملات ان هو بيعيد الكالسيوم للعظام، وفي بوتاسيوم، وفي مواد مغذيه اصلا للبكتيريا النافعه، فهو ايه يعني ميكس بروبايوتكس على بريبايوتكس كده وحاجه زي الفل. طيب الكاتيجوري التاني او التصنيف التاني وهو المكملات بقى، ناخد كبسولة فيها مليارات مستعمرات بكتيريا حية وبنسميها بروبايوتكس. تمام كده، نختار بقى المكمل ده ازاي؟ طبعا هنلاقي مئات الانواع، بس خلينا نتكلم كده ايه، ازاي لما امسك عبوة ولا اشوفها مثلا في ويب سايت ولا حاجة اقول دي تمام او مش تمام، وبعد كده بقى على حسب انت محتاج البروبايوتكس ده في اصلاح مشكلة ايه بتاخده عشان تصلح يعني صحة عامة، ولا عندك مشكلة معينة، وده اكيد يعني كل بقى تخصص يعني ده الشغلانة بتاعته. اول حاجة كده يا ريت يبقى مكتوب عليه جي ام بي اللي هو جود مانيفاكتشرنج بروسيس. يا سلام لو مكتوب عليه third party test اللي هو طرف تالت، يعني فاحنا كده الجودة ان شاء الله تبقى زي الفل. نبص برضو ان هو يكون نون جي ام او، مش معدل وراثيا، ما فيهوش حاجات فيها مشكلة، ما فيش سكر، ما فيش مواد حافظة، كل الحاجات اللي ايه بنعملها على اي فود ليبل يعني ناخد بالنا طبعا واحنا بنشتري. طيب احنا كده اطمنا الى حد ما على الجودة، محتاجين برضو نقوم باصين على تاريخ الصلاحية والظروف بتاعة حفظ البروبايوتكس ده تبقى ازاي. يعني لو لقيت مثلا ان هو مفروض يحفظ في تلاجة وانت رايح تجيبه من عراف مثلا في الصيدلية ولا حاجة، يبقى سيبه، ما هو زمانه باظ اساسا. فيعني ناخد بالنا كده هو يحفظ في ايه، وفي الاغلب هيبقى محتاج ان هو يتحط في تلاجة يعني او في درجة حرارة ما تكونش عالية. محتاجين نبص بقى على ايه، على نوعيات البكتيريا اللي موجودة فيه، وتبقى مكتوبة كده بوضوح اسم البكتيريا ونوعها والسلالة بتاعتها وكل حاجة. كل ما يفصل اكتر كل ما انت كده زي الفل في السليم يعني. في الاغلب البروبايوتكس اصلا بتبقى فيها اللاكتوباسيلس والبيفيدوبكتيريا، دول ايه، دول اللي هتلاقوهم في اغلب المنتجات يعني.
هل في أنواع تانية؟ في أنواع تانية وكل واحد على حسب المشكلة الصحية، بس عامةً دول اللي موجودين، ولو لقيتهم في البروبايوتيك اللي أنت هتشتريه فده حلو زي الفل يعني. ويا سلام لو معاه حاجة بريبايوتكس. بريبايوتكس ده هنتكلم يعني عليه دلوقتي، بس باختصار كده هو غذاء البكتيريا. فأنت كده أنت معاك البكتيريا النافعة والغذاء بتاعها، فده يعني إيه امتياز كده أحسن لو أنت بتشتري حاجة ومكتوب فيها إن هو فيه البكتيريا النافعة كذا، وحاطين مثلًا في اختصار كده اسمه FOS، فلو لقيتوه فده تمام، يعني حاجة مع البكتيريا اللي هي ده ايه الغذاء بتاع البكتيريا وانت بتدخلها. وفي برضو حاجة مهمة قوي ان الكبسولة نفسها تبقى مقاومة لحمض المعدة، فده من الحاجات المهمة. الكلام ده طبعا بيبقى مكتوب على العلبة، يعني انتوا بتقروها هتبقوا البيانات دي واضحة، يعني او اللي بيشتري اصلا ممكن يجيب العلبة ويراجع مثلا ايه اللي مكتوب وايه اللي مش مكتوب. الحاجة الأخيرة وهو CFU او الكولوني فورمينج يونتس، ده ان هو في كام اصلا عدد مستعمرات بكتيرية. هتلاقوا الجرعات فيها ممكن من 1 مليار لل100، فأرقام ضخمة جدا يعني. لو احنا أول مرة بنبتدي ناخد بروبايوتكس فطبعا ما نروحش ناخد كمية تكون مثلا الجرعة 50 مليار ولا 10 مليار، لا نبعده خالص عن الجرعات الكبيرة. ممكن بالتدريج بقى، يعني لو احنا بناخدها ولاقيين تحسن وهنبتدي نعلي والكلام ده كله زي الفل، بس كبداية خالص كفاية قوي كبسولة تكون 1 مليار. برضو ما نروحش ناخد حاجات أقل من مليار وحدة، لأن أغلب الدراسات اللي معمولة احنا بنتكلم عشان ناخد أصلا فوايد يعني صحية، بنتكلم إن الجرعة لا تقل عن مليار وحدة. في معلومة برضو من باب العلم بالشيء كده، وهي يعني في ناس يقولوا مظبوط، وفي ناس تقولوا لا وما بتعملش حاجة. بس من باب العلم بالشيء يقال ان لو المنتج يكون خالي من مادة اسمها المغنيسيوم ستريت ده هيبقى احسن. المغنيسيوم ستريت ده دوره ان هو بيساعد بس كده ان يعني في التصنيع بتاع الحاجة، ان هي الحاجات ما تلزقش مثلا في المكنة اللي بتصنع الكبسولات الأدوية، يعني حاجة فلو ايجنت كده وخلاص، يعني لوبريكانت يعني من الآخر. فبالنسبة للبروبايوتكس، بما ان اصلا هو الفكرة ان هي احنا عايزينها من انقى ما يكون، يعني ده كائنات حية، فاحنا مش عايزين اي حاجة تأثر على امتصاصها ولا تعمل اي مشاكل ولا كده. فلو هي خالية من المادة دي يبقى افضل. هل المغنيسيوم ستريت فيه مشكلة؟ لأ ولا أي حاجة، هو مسموح بجرعات صغيرة وما مش سام ولا بيعمل أي مشكلة خالص. فلو لقيناه حتى مش ده اللي هيخلينا نقول ان المنتج وحش يعني، بس يفضل ان هو ميبقاش موجود، وده على بعض الاقوال. وفي اقوال تانية بتقول، مدارس تانية بتقول لا ولا بيعمل اي حاجة، وده ناس يعني بتحبكها شوية. يبقى احنا كده عرفنا احنا هنختار البروبايوتكس بتاعنا ازاي وهناخد قد ايه وطبعا يعني السلالات على حسب بقى كل واحد، مثلا حد عنده عايز ياخده مثلا عشان الصحة النفسية والمزاج، حد عنده مشكلة في مثلا في الجهاز الهضمي، حد عنده مثلا مشاكل قولون عصبي، دعم مناعة، لا التهابات مش عارفة في الجسم. فده كله طبعا ايه بيختلف شوية. في الأغلب برضه هيبقى هو اللاكتوباسيلس والبيفيدوبكتيريم، بس اللي هو ايه السلالة المقترحة بقى من اللاكتوباسيلس من البيفيدوبكتيريم هو ده اللي هيبقى فيها شوية اختلافات يعني. السلالات اللي تبقى مكتوبة اعتبره بالظبط زي اسم واحد، يعني مثلا محمد أحمد محمود مثلا، فالسلالة الأساسية هي فلان مثلا اللاكتوباسيلس ده، يتفرع بقى منها ايه وهكذا يعني. يبقى آخر حاجة في البروبايوتكس برضو مفروض ناخدها امتى. أفضل وقت ناخدها هو قبل النوم أو أول ما أصحى. ليه؟ عشان حمض المعدة ما يبقاش قوي قوي، فأقدر أستفيد من الكائنات الحية دي عشان ما تموتليش في المعدة وبقى ما استفدتش أي حاجة خالص يعني. فيا إلا أول ما بنصحى على الريق كده قبل ما أكل أي حاجة، يا إلا قبل النوم. طيب في نقطة مهمة برضو نختم بيها، ينفع أي حد ياخد بروبايوتكس ولا ما ينفعش؟ الإجابة طبعا مش مناسب لكل الناس، بالذات مين؟ الناس اللي عندها مشاكل وأمراض مناعية، الناس زي الناس اللي عندها كانسر مثلا، عندهم مرض مناعي، المناعة بتاعتهم أصلا ضعيفة، ما ينفعش أروح أدي بروبايوتكس. الناس اللي عاملين عمليات جراحية مثلا، لسه واحد عامل عملية جراحية في المعدة، ولا عنده مشكلة مش عارفة عامل لها عملية، ولا الناس اللي مركبة قسطرة وريدية ولا أي حاجة. الناس اللي عندهم برضو مشاكل كبيرة في الأمعاء، بالذات زي الليكي جات مثلا اللي هي متلازمة الأمعاء المتسربة. الحاجات دي الحالات دي ما ينفعش ياخدوا بروبايوتكس خالص.
السيبو في مدرستين. السيبو ده الناس اللي عندها فرط نمو في البكتيريا في الأمعاء الدقيقة، اللي هو ده الاختصار بتاعها يعني. في يقول لك في يعني سلالات معينة ينفع ياخدوها، أما سلالات تانية هتبوظ الدنيا خالص، هتبوظ يعني هتزود له المعاناة أضعاف. فمش أي حد مثلا يلاقي ده بروبايوتكس عليه شوية ريفيوهات حلوة فتمام هو مناسب ليه. فناخد بالنا طبعا من النقاط دي عشان مهمة جدا. وعلى فكرة برضو في ناس لما بتاخد بروبايوتكس هما بيبقوا زي الفل، صحتهم حلوة وكل حاجة، هيلاقي في البداية ده إسهال ولا إمساك ومشاكل كبيرة في الأمعاء ووجع في البطن وكل حاجة. فاحنا برضو محتاجين ان احنا اصلا نبقى صحتنا يعني الى حد ما معقولة قبل ما نبتدي ناخد يعني البروبايوتكس من بره. ممكن تجربوا مثلا في الحاجات الطبيعية، لو لقيتوا مثلا انتفاخات رهيبة، القولون تعبان قوي، مش قادر، بطني يعني وجعاني جدا، فهيبقى مش الأحسن ان انا اروح اشتري مكملات بروبايوتكس وابتدي اخدها. نظبط صحتنا الاول، اعمل بقى تقوية لحمض المعدة، اكل اكل صحي، اصوم. المهم ايه، هظبط شوية حاجات كده بحيث ان انا يعني ايه اظبط الدنيا جوه اللي هستضيف فيها البكتيريا اصلا، يعني بس عشان الدنيا ما تبصش مني. زي ما قلنا البروبايوتكس كمكملات يفضل ان احنا ناخدها الصبح او بالليل بعيد عن الوجبات. طب لو هي بقى حاجة ناتشورال يعني خدوها بعد الوجبة، بحيث ان حمض المعدة بيكون مخفف شوية بالاكل، فايه اقدر استفيد منها. فده الايه ده الاوقات بتاعت ان احنا ممكن ناخدها امتى. ولو بناخد بروبايوتكس عامة سواء طبيعية ولا مش طبيعي ولا يعني كبسولة، يفضل ان ابعدها خالص عن عصير الليمون، ابعدها عن مخفف خل التفاح، هنبعدها عن الأحماض عشان احنا مش عايزين البكتيريا دي تموت، احنا عايزين بكتيريا حية يعني نستفيد بيها. ففكرة الصبح وبالليل أصلا حمض المعدة بيكون أخف وقت ليه في الوقت ده، فبالتالي أقدر أستفيد أكتر استفادة ممكنة. الحاجة الأخيرة خالص عشان كفاية كده على البروبايوتكس الجزء الثالث بتاع البريبايوتكس، وهو مش طويل زي المكملات يعني. امتى أنا ممكن اخد البروبايوتكس؟ لما حد مثلا يبقى واخد كورس مضاد حيوي. طبعا ده المضاد الحيوي بيقضي على الغالي والنفيس والضار والنافع وأي حاجة، فاحنا محتاجين ناخد بروبايوتكس لما ناخد مضاد حيوي. لما أكون مثلا عندي إسهال شديد فترة ما، مثلا المزاج وحش على طول ليل بالنهار، مزاجي مش فاهم، عملت كل حاجة ومفيش حاجة نافعة، فده من ضمن الحاجات اللي ممكن تحسن شوية. الناس مثلا اللي عندها قولون عصبي، من في بعض السلالات بتقلل الانتفاخ والتقلصات مثلا. الناس اللي عايزة تحسن صحتها بشكل عام، ان انا عايزة اعمل ميكروبيوم صحي وصحتي تبقى احسن واستفيد بقى من كل الاستفادات اللي قلنا عليها، ندخل على البريبايوتكس. دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن غذاء البكتيريا النافعة. دي مركبات الجسم ما بيعرفش يهضمها، فالمين اللي بيتغذى عليها؟ البكتيريا النافعة. بتتهضمش في الأمعاء الدقيقة، بس بتتهضم ايه في القولون، بتوصل للقولون زي ما هي كده، وهناك بقى بتعمل ايه، زي بتتخمر كده في القولون، وينتج عنها بقى بعد ما البكتيريا تقعد تتغذى عليها والدنيا تبقى حلوة كده، خلاص احنا بعتنا لها الغذاء الحلو بتاعها ده، بتطلع بقى زي أحماض دهنية كده اسمها شورت تشين فاتي أسيدز. الأحماض دي بقى بتلعب دور كبير في تحسين المناعة وتقوية الجهاز الهضمي وتقليل الالتهاب، وبتظبط المزاج والصحة الدماغية عامة يعني. فدي الفكرة بتاعت البريبيوتكس باختصار يعني. هما كلهم كده بيعملوا فوائد كبيرة للصحة للمناعة، لأنهم بيخدموا نفس الفكرة بتاعت إن أنا بقى عندي ميكروبيوم صحي بيتغذى كويس، فبيطلع لي المواد اللي بتساعد صحتي، بتساعد مناعتي، بتخلي مزاجي احسن، بتخلي جهازي الهضمي كويس، تحسن حساسية الجسم للانسولين. كل الحاجات الحلوة دي لما يبقى عندنا ميكروبيوم صحي، بكتيريا نافعة كويسة وبنغذيها كويس. البريبايوتكس ده احنا كده بنحفز نمو ونشاط البكتيريا النافعة، اما البروبايوتكس ده احنا بنزود البكتيريا النافعة نفسها. ان شاء الله يعني الفرق بينهم يبقى واضح كده. طيب ايه المصادر بتاعت البريبايوتكس دي؟ هتلاقوا فيه اسامي علميه كتير كده. حاجه مثلا زي الانولين ده موجود في حاجه اسمها الهندباء
النعناع مثلا والثوم، في اللي هو الاف او اس اللي كنت بقول لكم عليه، اللي هو لو موجود في البروبايوتكس يبقى كويس، اللي هو فركتو اوليجو ساكرايد ده هنلاقيه مثلا موجود في البصل، موجود في الموز الاخضر مثلا. في حاجة جي او اس ده موجودة في الحليب مثلا بتاع الام، الناس اللي بترضع رضاعة طبيعية طبعا بيبقى عندهم انواع احسن من الناس اللي كانت صناعي. مثلا حاجة زي البكتين ده موجود زي الحمضيات، ليمون، برتقان، في التفاح مثلا. اكتر حاجة هتسمعوا ان فيها بريبيوتكس كتيرة مثلا هتلاقوها بصل، توم، بتاعة الهندباء دي دايما بيتجاب سيرتها في الحاجات الريتش يعني بالبريبيوتكس. عامة كل ما ناكل أكل صحي منوع أكتر فيه نسبة ألياف كويسة، كل ما أنا كده بزود الميكروبيوم الصحي بتاعي وبظبطه يعني. برضو مخمر الملفوف زي ما قلنا هو غني بالاتنين، يعني يا ريت لو الناس ما عندهاش مشكلة تعمله وتاكله، من الحاجات الإضافات الهايلة للأكل بتاعنا يعني. طيب هل في مكملات بريبيوتكس برضو زي البروبيوتكس كده ولا لأ؟ موجودة، بس يعني لو احنا نظامنا الصحي في ألياف، في بصل، في توم، في بهارات، في شوية حاجات من اللي قلناها دي، مش هتبقوا محتاجين كل حاجة ناخدها في كبسولة يعني. بالإضافة ان بعض الأنواع بتاعة البروبيوتكس الكويسة بيبقوا حاطين فيها الغذاء بتاع البكتيريا اللي هو البريبيوتكس. طيب هل في حد غير مفضل ان هو ياخد يعني يزود بقى في الالياف وياكل بقى الخضروات كتير والكلام ده كله؟ الناس اللي بيبقى برضو عندها سيبو اللي هو الفرط نمو البكتيريا، الناس اصلا اللي مثلا لو كلت شوية بصل بطنها يعني تبقى في ذمة الله خالص يعني. هنبقى محتاجين نظبط الدنيا شوية قبل ما نبتدي نحط برنامج غذائي مليان الياف، لحد اصلا الجهاز الهضمي بتاعه لسه مش متظبط، يعني اعتبروا دي ايه الخطوة التانية مش الخطوة الاولى. لازم برضو نبقى فاهمين ان البكتيريا هي غذائها الالياف دي، هي ده الغذاء بتاعها. فاحنا لو ما كلناش اكل اصلا يعني اكل صحي فيه البريبيوتكس الحلوه دي، على فكره انتوا مثلا لو دخلتوا على جوجل كتبتوا امثله للاكل اللي فيه بريبيوتكس هيجيب اغلب الاكل الصحي. فلو احنا اصلا يعني بناكل بطريقه غلط او اكلنا مش متظبط قوي، هنبقى محتاجين الأول نظبط الأكل ونظبط حمض المعدة، هنبتدي نعمل شوية خطوات كده، وبعدين بقى اللي عايز ياخد مكمل، اللي عايز يجرب شوية مثلا في مخمر ملفوف مش عارفة ايه، مفيش مشكلة. طيب الجزء اللي مش عارفة كام صراحة في الفيديو تقوية حمض المعدة وإيه علاقته أصلا بقى بالميكروبيوم والبريبيوتكس والبروبيوتكس والكلام ده كله. باختصار كده إن شاء الله، حمض المعدة ده الوظيفة بتاعته إيه؟ اللي هو ال HCl اللي موجود في المعدة ده وظيفته إيه؟ بيكسر البروتينات، بيقتل البكتيريا الضارة اللي ممكن تدخل مع الأكل، بيساعد على امتصاص بعض المعادن، بيقفل الصمام يعني، أو اللي هو إيه، في إشارة كده لانغلاق الصمام ما بين المريء والمعدة عشان يمنع الارتجاع. فده إيه فوائده باختصار. طيب لما الحمض ده يكون ضعيف إيه اللي بيحصل؟ الأكل بيفضل فترة أطول في المعدة، بيتخمر كده بدل ما يتهضم كويس. التخمير ده بيعمل إيه؟ بيعمل غازات، بيعمل انتفاخات، بتتنقل للأمعاء وتزود بقى الأعراض بتاعة القولون كانتفاخ، تقلصات، إمساك، إسهال، وهكذا. سوء هضم البروتينات برضو بينتج عنه سموم في الأمعاء، ممكن تعمل التهابات، ممكن تهيج القولون، سوء امتصاص للمعادن. انا لما بحسن حمض المعده انا بحسن الهضم، انا بقلل الضغط على الامعاء بتاعتي، انا بقلل التخمر اللي بيحصل ممكن يطلع غازات، انتفاخات، الكلام ده كله. بقلل بقى البكتيريا الضاره اللي ممكن تعدي كده وتبوظ لي البيئه بتاعه الايه الميكروبيوم بتاعنا. فده بالنسبة لفكرة حمض المعدة. طيب بالتالي كده حمض المعدة لما يكون ضعيف في بكتيريا ضارة بتدخل بسهولة، فبيحصل خلل في التوازن البكتيري ده، ويحصل بقى غازات وتقلصات والتهابات والقصص الحلوة دي. أصلا من ضمن الأسباب اللي ممكن تؤدي إن الواحد يحصل له فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة اللي هو السيبو. طيب في حاجة برضو ليها علاقة حمض المعدة والبروبيوتكس البريبيوتكس وكده، احنا قلنا ان البريبيوتكس دي عبارة عن ألياف غذائية ما بتهضمش، هي بتوصل للقولون وتغذي البكتيريا النافعة. لو انا عندي الحمض المعدة بتاعي ضعيف اصلا ايه اللي بيحصل؟
الطعام مش بيتهضم كويس عامة، بيوصل للأمعاء بشكل غير كامل، ده بيغير درجة الحموضة في الأمعاء، فالبكتيريا النافعة أصلا نفسها تتأثر، يحصل تخمر خاطئ للبريبيوتكس نفسها، فيحصل ألم بقى، غازات، انتفاخات، الكلام ده كله. يعني باختصار، حمض المعدة الكويس في الرينج الطبيعي احنا كده، ده بيحسن لنا هضم الطعام، بيمنع دخول البكتيريا الضارة، بيحافظ على بكتيريا بيئة يعني متوازنة من البكتيريا النافعة، بيخلي البريبيوتكس نفسها والبروبيوتكس تعمل يعني أحسن دور ليها. حمض المعدة على فكرة بيضعف بالسن، يعني كل ما الواحد بيكبر شوية كل ما حمض المعدة بتاعه بينزل شوية. يبقى احنا كده محتاجين عشان يعني جسمنا يقدر يتعامل كويس مع البريبيوتكس والبروبيوتكس، يبقى عندنا ميكروبيوم صحي والكلام الحلو ده، محتاجين ان احنا يبقى عندنا حمض معدة قوي. من اول الخطوات الطبيعية اللي ممكن نعملها، معلقة خل تفاح كبيرة نحطها على كوباية مية نشربها بمصة، لو مش متاح بالنسبة لك او بتقرف من الطعم بتاعه، ممكن الحبوب بتاعت خل التفاح دي شغالة برضو، السائل طبعا بيبقى احسن، بس دي برضو ايه الى حد ما تؤدي الغرض يعني. المضغ الكويس للاكل، ان انا اكل كده يعني وانا واعي للاكل، مش اللي هو في ناس بتقعد تاكل كده وكل حاجه ورا بعض وكميات كبيره. ان انا طبعا اشيل السكريات من حياتي خالص، دي من ضمن الحاجات اللي بتساعد طبعا. طيب الجزء الخامس ان شاء الله، وهو فكره ان احنا في ناس اصلا بتتعب من البروبايوتكس والبريبايوتكس لما بتاخدها وبتبوظ الدنيا خالص يعني، فاحنا عايزين برضو نستفيد منها، فهنعمل خطوه استباقيه كده، ان انا اظبط جهازي الهضمي بالاكل الصحي، بالصيام المتقطع، بان انا ما باكلش سكريات، ما باكلش الحاجات اللي فيها جلوتين، الكلام ده، الحاجات اللي احنا بنعملها على جنب دي، وهنضيف لها شويه حاجات. انا كده يعني ايه بظبط جهازي الهضمي. إيه مثلا كده ما تكون عازم واحد صاحبك، فبتجهز له المكان الاول وتظبط الدنيا كده، وبعدين تعزمه عشان القعده تبقى لطيفه يعني. فاحنا محتاجين الاول نظبط جهازنا الهضمي. اول حاجه هنعملها ان احنا نظبط حمض المعده، وقلنا هنعمله ازاي. الحاجه التانية ممكن نستخدم بعض الاعشاب تحفز لنا العصارات الهضميه، زي مثلا النعناع، الهندباء، الكلام ده كله بتبقى مفيده جدا. اكل يكون مش صعب الهضم، ما يبقاش مثلا حاجات تقيله. ممكن مثلا كفتره كده نستخدم مثلا شوربه خضار مطبوخه كويس، نعمل شوربه العظم. شوربه العظم من الحاجات المفيده جدا جدا للناس بالذات اللي عندها مشاكل في الامعاء والليكي جات بقى، اللي هي الامعاء، متلازمه الامعاء التسربيه والكلام ده. لو في امساك ولا اسهال نبتدي نعالجه ونشوف المشكله جايه منين ونبتدي نظبطها. الحاجات اللي بتزود الالتهابات والتهيج بتاع الجهاز الهضمي نوقفها خالص. نمشي، نبقى يعني نعمل تمارين تنفس، من ضمن الحاجات اللي بتساعد جدا الرياضة، وان الواحد يعني اعصابه تبقى هادية شوية والكورتيزول يقل. اكتر الحاجات المفيدة زي ما قلنا شوربة العظم من الحاجات اللي بتقوي جدار الامعاء جدا، لانها غنية بالجيلاتين والجلايسين والبرولين وشوية مواد حلوة كده بتعيد بناء بطانة الامعاء، فاحنا محتاجين نضيفها. عظم بقى البقر، عظم فراخ، زي ما تحبوا، بس اهم حاجة تتعمل بقى بالطريقة المظبوطة، يعني اللي هي بتقعد على النار بال10 وال12 ساعة. بذور الشيا برضو من الحاجات اللي بتساعد في يعني ان الواحد يبقى عنده امعاء سليمه وجهاز هضمي سليم يعني. عامه احنا ممكن نستخدم كده يعني ايه، زي نعمل زي اجنده كده نكتب فيها الاكلات اللي لما باكلها جهازي الهضمي بيبقى مرتاح، لان هتلاقوها مختلفه من كل شخص للتاني حتى لو في نفس البيت. فنبتدي كده ناكل من الاكلات دي ونزود الحاجات اللي تقوي المناعه وبتقلل الالتهاب وكده، واحده بواحده هنلاقي الامعاء بتاعتنا ظبطت والدنيا كويسه. نبتدي بقى ندخل الالياف واحده بواحده، نجرب مثلا مخمر الملفوف، نجرب مثلا شوية خضروات معينة، طب هندخل الأعشاب الفلانية، وهكذا يعني. طيب آخر جزء في الفيديو في حاجة كده لما تقروا اسمها هتحسوا ان هي تبع الميكروبيوم والبروبيوتكس والبريبيوتكس والقصص دي، وهي حاجة اسمها الميكروبيوتك دايت. النظام الغذائي ده في راجل ياباني تقريبا هو اللي طلع بيه. هو فكرته ان هو حاجة شبه دايت نباتي، او هو دايت نباتي اصلا، ان هو يبقى عالي بالالياف، مفهوش دهون، ممنوع اللحوم فيه خالص، احيانا بيدخلوا سمك. وهو فكرته ان احنا بقى حاجات الين واليانج، ويعني شوية داخل برضو في الحتت بتاعة الطاقة والإنرجي والكلام ده. هي قائمة الأطعمة المسموحة في النظام ده إن هم بيبقوا معتمدين في الأساس على الحبوب الكاملة، تقريبا 50% من النظام، شعير بقى، قمح، شوفان، الأرز، الحبة الكاملة، الحاجات دي. بقية النظام الخضروات،
الموسمية، عشان هما بيركزوا برضو على الموضوع ده، ان انت تاكل الخضار والفاكهة في مواسمها. ده يفضل يعني ان احنا نعمل كده. وفي بقوليات برضو والأطعمة بقى، البذور، المكسرات، الحاجات دي معانا. الأطعمة الممنوعة بالنسبة لهم اللحوم، منتجات الألبان، البيض، الفراخ، المحليات الصناعية، الأغذية المعدلة وراثيا. فهو يعتبر نظام نباتي يعني، بس ايه يعني مظبطين له شوية حاجات على النظام النباتي. برضو بيضيفوا فيه الأطعمة المخمرة، بحيث ان انت الكميتشي بقى والمخمر بتاع الكرومب والحاجات دي، بحيث ان هي ايه يعني تدعم صحة الأمعاء، وابقى انا كده واخد نسبة ألياف كويسة وبكتيريا نافعة كويسة. طبعا من الوصايا بتاعة الدايت ده ان احنا الناس يعني تمضغ بالراحة، تاكل باعتدال، ما تاكلش كميات. طيب ايه علاقة الين واليانج؟ برضو لو حد بيقرا في الحاجات دي، يعني المفترض الين واليانج ده قوتين متضادتين متكاملتين موجودين في الكون، والهدف بتاعهم التوازن. الين ده اللي هو الأنثى، الحاجة أنثوية باردة مظلمة زي الليل زي القمر زي الشتاء. واليانج اللي هو حاجة مضيئة ذكورية ساخنة زي النهار زي الشمس زي الصيف كده يعني. فهم مقسمين الطعام بنفس الشكل، ان الين ده اللي هو حاجة قوية قوي زي السكر، الكحول، الكافيين. اليانج ده زي بقى اللحوم والمنتجات الألبان والجبن وكده. فاحنا ولا عايزين الين ولا عايزين اليانج، احنا عايزين ناكل حاجة in between الاتنين. يعني من الآخر هو الدايت ده إلى حد ما برضو ايه، مش هو فكرة نظام غذائي بس صرف مثلا اللي اخترعه واحد طبيب ولا أخصائي تغذية ولا كده. هي حاجة خلينا نقول طاقية أكتر، ده ما وراء القصة بتاعة الدايت ده يعني. والعودة على الراوي يعني، ممكن الكلام ده يطلع مش موجود، بس ده اللي ايه، ده اللي معروف يعني لما بيتجاب سيرة الدايت ده. طيب في مشكلة نمشي على الدايت ده؟ هو أنا شايفة إن هو زيه زي أي حاجة، من ناحية يعني إن أنا عايزة أغذي البكتيريا النافعة والميكروبيوم الصحي والكلام ده كله، زي أي دايت بنحط فيه خضروات متنوعة، بهارات متنوعة، وبنعمل الحاجات اللي بتزود لنا البكتيريا النافعة بتاعتنا. هو مشكلته زي مشكلة أي دايت نباتي، إن إحنا ما بناخدش فيتامين بي 12، فهنبقى محتاجينه. إن إحنا بيبقى عندنا نقص في الحديد، نقص في الكالسيوم، دي القصة كلها. طيب نمشي عليه ولا ما نمشيش عليه؟ والله انا من انصار لو حد وزنه مظبوط واموره تمام وحابب يدخل يوم نباتي يومين في الاسبوع، ايام ياكل فيها طعام حي يعني زي ما بيقولوا، مكسرات، فواكه، مش هتخسر حاجة يعني. لو الاغلب الاسبوع انت بتاكل بروتين كويس، وجيت في يوم ولا يومين بتاكل دايت نباتي، زي الفل. واي حد تقريبا جرب الدايتات النباتيه هتلاقي دايما بيقول لك حاجتين، يقول لك الواحد مثلا بينام احسن، مزاجه رايق اكتر، بس جعان طول اليوم، حاسس ان انا مش قادر، كل شويه بقى نفسي اخد سناك ولا اخد اكل ولا كده. فهو في الحاجتين دول، لان فعلا الحاجات النباتيه بتبقى حاجات سهله يعني سهله في الهضم غير البروتينات والكلام ده، خاصه لو حد ما بياكلش كميه الياف كبيره مثلا، اللي هو مقضيها يعني مثلا هياكل بتاع خضروات ولا شوية مكسرات ولا حاجة، فالموضوع وفاكهة ولا بتاع، الموضوع بيبقى سهل قوي على الجسم يعني، بس في نفس الوقت بيجوع قوي. فلو عايزين نعمله مرة ولا مرتين، حلو ان احنا نفصل كده البروتين الحيواني يوم ولا حاجة زي الفل. بس كده الحمد لله، كده اتكلمنا عن كل حاجة كنا حابين نتكلم عنها في الفيديو. يا رب كده يكون فيديو مفيد شامل متكامل كده، ولو في اي سؤال اكتبولي في كومنت، ويومكم زي الفل ان شاء الله.